نشر موقع الأيام 24 مقالا قال فيه إن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة تعرض لغضبة ملكية إسباء حراك الريف. وأضاف الموقع خاصة أن الهمة هو من يتحمل مسؤولية التقرير الذي أعده لفتيت وزير الداخلية وعرض على أحزاب الأغلبية، وتم فيه اتهام نشطاء حراك الحسيمة بالانفصال. وأشار المقال إلى أن الهمة هو مهندس هذا التقرير، وهو من دفع بوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت إلى إقناع الأمناء العامين للأحزاب المكونة للحكومة بإصدار البلاغ الذي أشعل الحراك بالريف، معتادا على أن الملك محمد السادس أقام قبل أيام مائدة إفطار على شرف مجموعة من المقربين منه بالقصر الملكي، وغاب عن اللقاء مستشاره القوي فؤاد عالي الهمة الذي اعتاد الحضور في مثل هذه المناسبات، مما يؤكد خبر وجود غضبة ملكية تلاحق الهمة. وأضاف نفس المقال أن الغضبة الملكية تفاقمت بعد إدلاء الهمة بتصريح لموقعين إلكتروني انتقد فيه صمت رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران عن خبر تطرقهما لأحداث الحسيمة في اللقاء الذي جمعهما ببيت الأخير.